وحتى اليوم غادا نشارك معك زعلوك محمض بالفلفله حمراء مشويه اكثر من رائع. حتى هو ضيف فيه المقبلات ديال العيد. خديت الوصفه صراحه من عند حبيبتي شمس وكيعجباتني، قلت غادا نشاركها مع الحباب ديالي. يلا تشوفوا معايا الطريقه ديال التحضير. خديت الدنجال والفلفله الحمراء وغسلتهم نشفتهم وشويتهم يا لاله على الفاخر، شويه على الفاخر الصراحه كيبقى هو الطوب، كتبقى شي حاجه رائعه. صافي كملت شويتهم وكنديرهم في واحد الميكه حتى كيتزمتوا شويه باش كيسهلوا عليا في التقشير ديالهم. صافي مني كنقشرهم بحال هكا، ما كنعاودش نغسل الخضره لانها صافي غسلتها في الاول. كنقطعهم رقيق في مقله. خديت واحد شويه الزويته بلديه زايده. خديت واحد 4 الفصوص ديال الثومه محكوكين على هذا الشكل بحال هكا، ما كنخليوش الثومه تحرق. كنزيد هذيك الفليفله وغادا نزيد الدنجال حتى هو كنحركهم واحد شويه. خديت حامضه مرقده، حامضه مصيره كلها قطعتها هكا رقيق رقيق بحال هكا وزدتها على هذاك الدنجال. صافي وغادا ندير الكمون والتحميره والقزبر حبوب مطحون. تقدروا ديروا شويه ديال السودانيه، ولكن انا كانت عندي واحد الفلفله حمراء حاره. صافي على هذا الشكل بحال هكا وغادا نزيدوا القزبر والمعدنوس وها زعلوك ديالنا واجد. قدمته على هذا الشكل اكثر من رائع. نتمنى الوصفه تنال الاعجاب ديالكم، تشاركوها مع الحباب ديالكم وشكرا لكم.